مساء الخير على الجميع، ورب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة فيديو جديد. أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم، ولكن في البداية كل عام والأمة الإسلامية جميعا بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات. نخش في أخبارنا على طول عشان ما نطولش على حضراتكم. في مفاجأة مدوية، ومن ساعات قليلة جدا أعلنت رابطة الأندية المصرية بناء على التظلم المقدم من النادي الأهلي القرارات التالية بخصوص ماتش الأهلي والزمالك في الدوري يوم 11 مارس. وجاءت القرارات كالتالي: أولا، خصم 3 نقاط من النادي الأهلي، نقاط المباراة طبعا، باعتبار الأهلي منسحب. طيب، تاني حاجة، توقيع عقوبة مالية على النادي الأهلي تتمثل في الخسائر اللي خسرها البث الفضائي والرعاة. ثالث حاجة، عدم خصم أي نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم. ومن ساعتها دلوقتي اتغير النظام، بقى النظام دلوقتي الأهلي مش حنفي، الأهلي نادي الدولة. يعني اتغير النظام من الأهلي حنفي إلى نظام الأهلي نادي الدولة. ولكن إيه اللي حصل خلى لجنة التظلمات تحسم أمرها وتاخد القرارات دي؟ هل في حاجات جديدة اللجنة دي طلعت عليها وشافت إن الأهلي كان له حق؟ أكيد. لا، هي نفس اللجنة اللي طلعت القرار بالعقوبات الأولية هي نفسها اللي عدلت في العقوبات بتاعتها. فأكيد في مستندات، وأكيد في بنود، وأكيد في اتأكدوا بشكل لا يقبل مجال للشك إن في خطاب مقدم من النادي الأهلي باستخدام حكام أجانب ومراعاة بند النزاهة والعدالة التحكيمية في المباريات دي. زي ما قالوا، ال3 مباريات لعبوا بحكام أجانب وما حصلش. فمن ساعتها والكل عمال يصيح والكل عمال يصرخ ويقول لك انا مش هعمل ايه. ومن شويه شفنا نادي الزمالك نزل بيان ان هو معترض على القرارات دي وان هيصعد الامور لاعلى درجه ممكنه. وانا نفسي يعمل كده، انا بجد والله العظيم نفسي يعمل كده. نفسي انت تصعد، انا هقول عليك ساعتها ذكر ونادي محترم واكبر قلعه رياضيه في مصر لو حصل كده، لو صعدت الموضوع. انا نفسي الموضوع من البدايه كان يروح كاس يا جماعه، المحكمه الدوليه الرياضيه. انا نفسي الموضوع ده، لان الموضوع ده كده في حاجات مش طبيعيه، في حاجات مش مفهومه. انت اعلنت قرارات وبعدين لما النادي الاهلي قدم تظلم غيرت القرار. معنى كده ان في حاجه، مين اللي على حق ومين اللي على باطل؟ انا عايز طرف ثالث يفصل في الموضوع. ما عنديش مشكله. اللجنه الاولمبيه لو المحكمه الرياضيه لو ايدت قرار العقوبات الاوليه انا ما عنديش مشكله. لو ضعفت العقوبات برضه انا ما عنديش مشكله. وساعتها لو قالت لي هتخصم منك من 6 12 انا ما عنديش مشكله واستكمل بطوله الدوري. بس جهه فاصله هي اللي تحكم بيني وبينك. انما ما تقوليش دلوقتي الاهلي كان من يومين الاهلي حنفي، الاهلي دلوقتي نادي الدوله. لا، النادي الاهلي كان له حق وطالب بيه. وقلنا من البدايه في حاجات قانونيه النادي الاهلي ما بيتخذش اي قرار الا لما يكون درسه من البدايه للنهايه. وانت بنفسك قلت حنفي. انا كنت بناء على ايه حنفي؟ ان انا ما لعبتش. وانا ما لعبتش. دلوقتي اتغير النظام، بقى نظام حنفي لنظام نادي الدوله. لا، مش كل حاجه على كيفك ولا كل حاجه على مزاجك. انا عارف ان انت مقهور من القرار ده حقك. انت كنت عايز تلعب افريقيا، خلاص مش هينفع 4 سنين ورا بعض تروح تلعب في الكونفدراليه بتاع العيال الصغيره. انا عارف ان انت، بس برضه ما كانش بايدك. حتى لو الاهلي اتثبت عليه القرارات الاوليه برضه ما كانتش في ايدك. ما كنتش هتلعب افريقيا برضه الا من خلال الاهلي، لان الاهلي هيبقى فارق عنك بونت، وكل حاجه برضه هتبقى في ايد الاهلي. ما كانتش حاجه في ايدك، يعني كل حاجه كانت في ايد الاهلي مش في ايدك. قربت بس برضه مش بايدك. لازم تقعد تستنى، وده دورك ان انت تقعد تستنى قرار، تقعد تستنى لجنه، تقعد تستنى حاجه تفرح فيها. مش ذنبي، انا مش ذنبي. انما القرار اللي اتاخد ده يثبت لك ان النادي الاهلي كان فيه حاجات رسميه قدمها باستخدام حكام اجانب. مش معقول اللجنه اللي فيها ناس قانونيين هتطلع لك قرار كده هباء منثوره، ولا تقول لك لا يلا يا عم عشان نرضي النادي الاهلي. لا، ما هيتسالوا بكره، هيتسالوا ويقول لك ليه اعلنت القرارات دي؟ والله تعالى ده في كذا وكذا كذا. شوف انت، انا اعلنت ليه؟ علشان القرارات دي او المستندات اللي قدمها. شفت ان النادي الاهلي كان على حق في حاجات معينه، ولكن انا عايز اللي عايز يصعد. نادي بيراميدز كمان قال لك احنا دخلنا طرف في الموضوع وان احنا كمان هنسحب استثمارات. يا عم انت بتهددنا باستثماراتك، ده ما كانتش بطوله كاس مصر اللي مقويه قلبك دي يا عم. ما تسحب ولا تتنيل يا عم، هو حد حيشك؟ ما تسحب يا عم. هو انت عشان خدت مكان الزمالك وبقيت كومبارس انت راخر بقيت بتتكلم وتغيظ وتزيط؟ ايه يا عم، هي كلها ايه؟ كلها كلام في كلام. هو النادي الاهلي لما عبر عن حقه يبقى نادي الدوله؟
نادي اتحاكم واتفرض عليه عقوبات، استأنف ضد العقوبات دي، ولا انت عايزني اسيب حق علشان ارضيك انت وعشان الزمالك يلعب افريقيا عشان انت تاخد بطولة الدوري؟ لا يا حبيبي، ما تخليك راجل وتحسمها في الملعب. انا ما عنديش مشكلة، انا ما عنديش مشكلة لما تاخد مني الدوري في الملعب هقول لك تعظيم سلام، انما علشان عقوبات اتفرضت عليا وهي اساسا عقوبات ظالمة عليا انا استأنفت ضدها، فانت هتعمل زعلان وتقعد ترفص في الارض وانا هتسحب وهسحب استثماراتي مع السلامة بنقصك، مع السلامة، ما عنديش مشكلة. خليك في الملعب، الملعب هو الفيصل، الملعب هو الفيصل بيني وبينك. انت ما قدمتش طلب حكام اجانب، ما كنتش قدمت طلب حكام اجانب، لولا ان النادي الاهلي شفت كنت عايز تستميل وتعرف راي النادي الاهلي ايه علشان هيلعب ولا لا، فقمت مقدم طلب حكام اجانب عشان تشوف النادي الاهلي هيلعب ولا لا، ده كان اخرك. انما هتقعد بقى ترفص وتزعق وتقول وبيان ومش بيان وانا متضرر. انت متضرر من ايه؟ ايه اللي مضررك؟ الامر بينك وبين الاهلي في الملعب، كسبت الاهلي انت قربت من الدوري، الاهلي كسبك الاهلي قرب من الدوري، بس خلاص منتهيه. نادي الزمالك بعيد عن القصه، وانا نفسي نادي الزمالك صحيح بقى، انا نفسي نادي الزمالك يصعد، انا نفسي نروح كاس، والله بجد نفسي نروح المحكمه الرياضيه الدوليه ونشوف تصعيد نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا معروف في الفيفا جدا يعني يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اشهر من نار على العالم في الفيفا، ولكن الامور الثانيه دي ملهاش علاقه بالامر ده. المحكمه الرياضيه حاجه مستقله تماما عن الفيفا خالص، بتحكم بادله ومستندات. انا نفسي ساعتها اقول عليك والله ذكر واكبر قلعه رياضيه في مصر قولا وفعلا لو صعدت الموضوع للمحكمه الرياضيه. انا من البدايه عايز الموضوع يروح للمحكمه الرياضيه علشان يبقى قول فصل، الاهلي غلطان يتحاسب، ما عنديش مشكله. اقسم لك بالله ان ان المحكمه الرياضيه قالت ان الاهلي غلطان ويتحاسب، هنقفل بقنا ونقول لك سمعا وطاعه وليك حق، وليك حق وشكرا. ان المحكمه الرياضيه قالت لك لا النادي الاهلي على حق والقرارات ديت اساسا باطله واللجنه دي باطله وكل حاجه بتتاخد من خلالها باطله، يبقى انا خلاص، يبقى انا معايا كامل الحق. ساعتها برضه اقول لك تعظيم سلام. انا عايز طرف يفصل بينه يعني انت بتقول لي انا نادي الدوله ولازم العقوبات دي تتوقع عليك، وانا بقول لك يا عم هات اكبر جهه رياضيه في العالم تفصل بينه وبينك، صعد. لو انت ذكر صعد، سواء انت او بيراميدز او اي حد اللي بيهدد بالتصعيد للمحكمه الرياضيه الدوليه، انا عايزه من بكره يصعد، انا عايزه من بكره. انا اساسا عايز ده من الاول، انا عايز ده من الاول. فيا ريت بقى نظام الهري ده نبطله شويه ونعرف بس ايه، نشوف الدنيا هتمشي على ايه. واللي عايز يصعد زي ما قلنا لكم الباب مفتوح من بكره، عايز يصعد يصعد. النادي الاهلي مستنداته اوراقه كده بانت ان الدنيا كانت سليمه للنادي الاهلي، مش معقول اللجنه تاخد قرار وتتعدل فيه بدون اي سابق معرفه كده يعني مزاجي كده، لا ده في ناس قانونيين وفي خبراء قانونيين اكيد 100% درسوا الموضوع وشافوا الوضع. فانا بقول لك اللي عايز يصعد يا اهلا وسهلا بيه، الباب مفتوح من بكره، كلنا نروح على المحكمه الرياضيه وهي تفصل. الاهلي غلطان يتحاسب، مش 6 12 الدوري البيراميدز ما عندي، حتى لو حكمت الدوري للزمالك انا هبقى راضي ومبسوط، بس لو حكمت غير كده ما ترجعش انتوا تعيطوا. تمام كده؟ سلام عليكم.